راجل غني جدا خسر كل فلوسه، ما بقاش حيلته غير مرتبه، وكان عنده مزرعة صغيرة بيروح يقعد فيها. في يوم وهو راجع شاف عربية عطلانة، نزل يشوف لقى العربية غرزت، حاول يشده العربية غرزت أكتر. كان فيها راجل وزوجته وأولاده. الراجل كان قلقان جدا وخايف، قعد يطمنه وقال له تعالوا باتوا عندي في المزرعة لغاية ما تحلوا مشكلة العربية. وفعلا أخدهم معاه البيت، جاب لهم عشاء وباتوا لتاني يوم. كلم الميكانيكي، جه شاف العربية قال إنها محتاجة قطعة غيار وهتحتاج تصليح 3 أيام. الراجل قال له إنه بيشتغل في الإمارات وكان رايح يعمل عمرة هو وعيلته. على طول الراجل كلم سواق قال له توصلهم المدينة وتطلع من المدينة على مكة، وبراحتهم خالص يخلصوا العمرة وترجعهم. وفعلا رجعوا بعد 15 يوم، لقى عربيته اتصلحت. الراجل بقى سعيد جدا، بيقول له احنا طول العمر بندعي لك انت، ارد جميلك ازاي واشكرك ازاي؟ قال له يا اخي كفايه دعواتك، الدنيا لسه بخير ولا يزال الخير في امتي الى ان تكون